تفتكر يعني إيه business development؟ وليه الشركات كلها مرة واحدة بدأت تدور على الرول ده؟ وإيه الفرق بينه وبين الماركتينج والسيلز؟ وإزاي ممكن يضاعف حجم البيزنس بتاعك بأقل تكلفة؟ أولاً عشان نفهم أي مجال إحنا محتاجين نرجع للتعريف، والبيزنس ديفلوبمنت فيه ليه تعريفات كتير جدا، زي مثلا التعريف اللي جاي من كتاب بيزنس ديفلوبمنت A Market Oriented Perspective، وكمان بيزنس ديفلوبمنت فور دوميز، وكمان ذا بيزنس ديفلوبرز بلاي بوك. بعد تحليل التعريفات دي هنلاقي مجموعة من العوامل المشتركة، كل التعريفات بتأكد إن البيزنس ديفلوبمنت هدفه نمو البيزنس من خلال زيادة الربحية، إما عن طريق التوسع لأسواق جديدة، أو إنك تدخل منتجات جديدة لنفس السوق اللي أنت شغال فيه، أو عن طريق البحث عن فرص جديدة، أو عن طريق إنك تدخل شراكات هدفها يا إما تزود ربحيتك يا إما تقلل تكاليفك. وكمان كل التعريفات بتأكد على أهمية العلاقات ودورها في نمو البيزنس بتاعك. وكمان التعريفات بتأكد على أهمية البيزنس موديل انوفيشن، أو إنك إزاي تعمل ابتكار أو تطوير في البيزنس موديل بتاعك. وكل اللي إحنا قلناه ده هو هدفه إن الشركة توصل للسستينبل جروث أو للنمو المستدام. طيب مين اللي بيعمل الدور ده؟ عندنا في الشركات الصغيرة غالبا صاحب البيزنس هو اللي بيقوم بالدور ده، ولما الشركة بتكبر شوية بنبدأ نجيب حد متخصص في البيزنس ديفلوبمنت هو اللي يقوم بالدور ده. أما بقى في الشركات الكبيرة في تيم كامل هو اللي بيقوم بالدور ده. وعلى فكرة البيزنس ديفلوبمنت دوره بيختلف على حسب حجم الشركة، يعني هو في الستارت اب له دور، وفي الاس ام اي له دور، وفي الكوربريت له دور تاني. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نفهم الاكتيفيتيز او الانشطه اللي البيزنس ديفلوبر بيقوم بيها بغض النظر عن نوع الشركه او حجمها. يعني احنا عندنا في شويه اكتيفيتيز او انشطه كده كده البيزنس ديفلوبر بيقوم بيها، سواء هو كان في ستارت اب او كوربريت او اس ام اي. اول حاجه هي البحث عن فرص جديده. طيب عشان نعرف نوصل لفرصه جديده لازم نعرف ونفهم السوق في ايه، والمنافسين بيعملوا ايه، وايه الفاليو او القيمه اللي عندهم، وكمان العملاء بتوعك محتاجين ايه. وبعد ما تفهم وتحلل السوق وتبدا ترسم الايكو سيستم بتاعك، ساعتها بتبدا تشوف كل الفرص اللي في السوق بشكل واضح. وكمان من الاكتيفيتيز او الانشطه اللي هو بيقوم بيها هي بناء وتوسيع شبكه العلاقات ليه وللشركه. علاقاتك هي راس مالك الحقيقي، هي اللي هتساعدك انك تبني شراكات بشكل احسن واسرع، وكمان هتساعدك في الماركت ريسيرش او الماركت انتليجنس اللي انت بتبدا تعمله عشان تفهم السوق وتحلل المنافسين. وكمان من الادوار المهمه اللي هو بيقوم بيها ان هو يبدا يبني شراكات، سواء كانت الشراكات دي شراكات استراتيجيه او شراكات تسويق او شراكات توريد. والشراكات دي هي الكور الاساسي في النمو والتوسع في البيزنس باقل التكاليف الممكنه. عن طريق الشراكات دي انت تقدر تدخل اسواق جديده او تزود حجم مبيعاتك في الاسواق اللي انت موجود فيها. وكمان عن طريق الشراكات تقدر تقلل التكاليف وتزود الفاليو بتاعتك بطرق كتير جدا. وكمان من اهم الرولز او الادوار اللي بيقوم بيها هي البحث عن التمويل، ويكون فاهم طرق التمويل المختلفه وايه المناسب مع كل مرحله في مراحل البيزنس. وعشان مطور الاعمال يقدر يعمل كل ده لازم يكون فاهم ارقام كويس ويقدر يعمل بيزنس كيس، لان زي ما قلنا ان معظم شغله بيكون في اسواق جديده وفرص جديده وشراكات. فلو مش عارف يعمل بيزنس كيس ويفهم بالارقام الفرصه او الشراكه او السوق الجديد اللي هو هيدخله ده هيوديه لحد فين، غالبا النتيجه مش هتعجب. لان لو اول فرصه او فكره جات لك خدتها ونزلت بيها السوق بشكل مباشر غالبا النتيجه مش هتعجب. طيب احنا كده فهمنا الاكتيفيتيز او الانشطه اللي مطور الاعمال بيقوم بيها بشكل عام. تعالوا بقى نعرف دور مطور الاعمال في كل شركه بالظبط، سواء هي كانت ستارت اب او اس ام اي او كورب. في الشركات الصغيره او المتوسطه اللي هي الاس ام ايز، دور مطور الاعمال بيكون مسؤول تقريبا عن كل حاجه، من اول بقى ما يبدا يدور على عملاء، يبني علاقات، يقفل صفقات، وكمان بيشارك في التسويق بنفسه في بعض الاحيان. في الستارت اب دوره بيختلف شويه، هو مش بس بيبيع او ان هو بيتوسع، لا ده بيشارك كمان ان هو يبني البيزنس موديل مع الفاوندرز بنفسه، وكمان بيجرب افكار جديده في السوق، بيبدا يساعد في تامين العملاء او ان هو يجيب اول عميل، وكمان بيدور على المستثمرين وبيدور على تمويلات للشركه دي، لان زي ما احنا عارفين ان معظم الشركات الستارت اب بتحتاج بعض التمويلات. طيب بالنسبه للشركات الكبيره، هو هنا دور مطور الاعمال بيكون استراتيجيك اكتر، بمعنى ان هو ممكن بيشتغل على استحواذات، على اندماجات، على تحالفات دوليه، او ان هو يحافظ على الماركت شير. طيب ايه الفرق بقى بين الماركتنج والسيلز والبيزنس ديفلوبمنت؟ بتاع الماركتنج مهمته ان هو يبني صوره كويسه للشركه عن طريق الاكتيفيتيز اللي هو بيعملها، وكمان يخلق الطلب على المنتجات او الخدمات بتاعتنا اللي هو شارك اكيد في تاسيسها. طيب بتاع المبيعات هدفه لحظي، ان هو يجيب ريفينيو او يجيب ايرادات للشركه بشكل مستمر وعلى المدى القصير. اما بتاع البيزنس ديفلوبمنت ده هدفه ان هو يفتح اسواق جديده، يشوف الفرص اللي موجوده في السوق ويبدا يدخل فيها. وبتاع البيزنس ديفلوبمنت بيشتغل على المدى الطويل شويه. فباختصار كده بتاع الماركتنج هو اللي بيجيب الليد، وبتاع المبيعات هو اللي بيقفل الديل مع الليد ده. اما بقى بتاع البيزنس ديفلوبمنت هو دوره ان هو يجيب طرق جديده او يفتح طرق جديده نبدا نجيب منها ليدز مختلفه.